اولا برحب بيك يا تامر في اول حلقه من الكلام على ايه. حبيبتي ربنا يخليك. مبسوطه اكيد ان انت معانا. وانا جدا جاهز؟ جاهز. طيب قولي بس الاول انت عامل ايه الفتره دي؟ شغال في ضرب نار هيتعرض في رمضان، ومسلسل المفروض الحشاشين بس اتأجل، وفيلم أشرز ان شاء الله بعد العيد، وفي حاجة احتمال تكون الفترة دي ان شاء الله في رمضان، بس انتاج ليبي سعودي مصري مشترك حاجة كده يعني كل التوفيق يا رب. خلينا كده نبدا من زمان شويه. ماشي. كلمني عن طفولتك. انا طفولتي كانت عبارة عن دراسة، كنت شاطر قوي في الدراسة وبصلي، يعني من صغري وانا بصلي الحمد لله. يعني كنت في البيت اغلب الوقت، يا في الجامع يا في البيت يا في النادي، يعني ما كنتش في الشارع. طب قولي تامر قبل الشهره ايه اللي اتغير فيه عن تامر بعد الشهره؟ ممكن نقول تامر بعد ما ابتدى يتعرف. اهلي الحمد لله كلهم موجودين، بس اصحابي قبل ما تشهر وبعد كده قبل ما تعرف شويه. اكيد في حاجات طبعا في اصدقائي في المنطقه يعني لغايه دلوقتي طبعا على صله ببعض. انا دايما بحب في كل مكان بروحه يبقى ليا اشخاص معين، يعني اللي منك يعني. في كل مكان، يعني حتى ايام الدراسه ابتدائي ثانوي جامعه، كل مكان بروحه لازم يبقى في حد قريب مني، لازم. الجيش. طيب ايه الحاجه اللي تامر بيعتز بيها قوي بقى في نفسه؟ يعني حاجه كده انت بتكون مبسوط ان هي فيك، صفه بقى يعني زي ما تحب. هو مفيش حد بيشكر في نفسه. انا بقول حاجه واحده بتعتز بيها. ده يعني دايما بعامل ربنا مع اي شخص بتعامل معاه في حياتي، ما بتعاملش مع الشخص بنفسه، مش مهم يفكر فيا ازاي او يشوفني ازاي، المهم ان انا مع ربنا ايه، انا نيتي معاه ايه، فاهمه؟ ممكن حد يكون شايفني ان انا بتعامل معاه مثلا وحش، او حد ان انا بتعامل معاه، لا انا في نيتي ان انا يعني مثلا المساعد بتاعي ده اقرب مثال، بشد عليه جدا وبتاع ومش عارف ايه، بس انا في نيتي من جوايا انا عايزه يتعلم، عايزه يستمر معايا. انا سهل جدا اقول له امشي ويجي حد مكانه، لكن انا بقرص عليه. اخويا الصغير بضغط عليه ساعات في حاجات، ابتدى يفهم ده لما ابتدى يكبر وينضج معايا، نكبر مع بعض. ابتدى يفهم ان تامر لما بيضغط عليا في حته معينه وبيضغط عليا علشان هو عايزني كويس، عايز تفيدني، مش عشان هو بيتحكم فيا. وكذلك لو بنت مثلا مرتبط بيها، مع ان البنات ما بتفهمش ده خالص، كلهم بيفهموا ان انت عايز تسيطر، وده مش في لغه تانية هنتكلم فيها كده كده. نتكلم ماشي. ايه مفهوم السعاده عند تامر؟ يعني ايه الحاجه اللي ممكن تخليك مبسوط قوي؟ اكتر حاجه هم حاجتين متساويين مع بعض بصراحه. اول حاجه لما اكون عملت دور حلو والناس يعني بتقول لي كلام كبير، يعني مش بتقول لي مثلا مبروك حلو بتاع، لا انا بحب الكلام اللي المختلف. يعني لما نجحت في الاختيار كان اغلب الناس بتكتب كلمه غريبه جدا. كانوا بيكتبوا على يعني دوري في الاختيار نجاح استثنائي. يعني كلمه استثنائي دي بالنسبه لي، حد يقول لي مثلا ايه دخلت قلوبنا، أثرت جدا. الجمل دي بالنسبه لي مش سهله جدا. الحمد لله. فدي بالنسبه لي بقى بتخليني طاير اكتر بقى من الناس ملمومه حواليا وبتتصور معايا، طبعا دي حاجه بتفرح، بس لما انت يتقال لك كلمه كده مؤثره مختلفه ما بتسمعهاش على ودنك كتير. في ناس بيتقال لها والله كنت جامد، والله هايل، والله برافو، لكن دخلت قلوبنا، انت هتبقى قدوه، انت مش عارف ايه. بس بعد اللي انا قلته من شويه ده مش عارف بقى ربنا يستر. انا خايفه عليك والله اللي هيفهمني صح هيعرف ان انا بتكلم يعني بما يرضي الله في النقطه دي، مش بجمل الكلام، انا بقول الصراحه. طب قول لي يا تامر، لو واحده عاجباك قوي يعني ممكن كده تلفت نظرها ازاي؟ هتعمل ايه؟ ما اهتمش بيها. ايه ده؟ والله ده اللي هو مش عارفه ايه. لو هي معايا على طول، لا لو هي معايا على طول وبتاع ما اديلهاش اهتمام. ولو مش معايا لا ارمي كام كعب كده من وقت للتاني. احس ان هي تمام في قبول متبادل،
يلا بينا. عدى عليك موقف كده أكيد؟ يوه كتير. طب احكي لي، يعني احكي لي كده موقف كان معلق بقى معاك او حصل فيه حاجه. هو دايما لما انا كنت في فريق المسرح كان حتى المخرج كان متضايق مني مش عارف ليه، ان اغلب البنات اللي هي البلوندات الحلوه قوي يسيبوا العيال اللي هي الجنات والعيال اللي هي شكلها مش عارف ايه ويجوا عليا انا، وانا كنت اصلا يعني انا دلوقتي شكلي متغير للافضل كمان. يعني ممكن حد يصنفني مثلا من الشباب اللي هم عندهم سن جنات شويه او الحاجات اللي هي فاهمه مع البدله والحاجات دي، بعرف انا اعمل السكه دي. فانا كنت ساعتها اصلا كنت ممثل شاطر الحمد لله، وكنت رئيس الفرقه. فلما بنت تكون عجباني قوي اقعد اشدها جامد في البروفه، شدها جامد. ده ليه؟ عشان تعلق معاها ولا تقول لك بس ده شخصيته ده مالوش حل ده. تروح جاي على طول. فظيع. لا بس تفكير حلو يعني. بس كل واحده وليها طريقتها طبعا. كل واحده وليها طريقتها. في واحده تيجي كده وفي واحده تيجي بطريقه تانية وهكذا. بس ده ايام ما انا كنت بروح ان انا اعجب. انا كنت في الفتره دلوقتي بتعجبش؟ دلوقتي لا، على الله حكايتي خالص، على راي الخديوي. لا مش يعني مش عارف يعني، مش عارف. بقيت مركز السنه دي شويه، عايز اشتغل يعني، عايز اعمل شغل حلو. بس في دايما ناس بتبقى مش عارفه ان هي تبقى من غير علاقات، تقول لك ده انا كده باور. انا كده انت كده ازاي؟ انت بتقول انا دلوقتي مش عايز ما انا هفهمك. انا برج الجوزاء. ما انا برج الجوزاء. يعني انا ممكن اخرج من هنا ارتبطت. اصلا يعني فاهمه اللي هو عادي يعني، انا مش هرتبط، خرجت خلاص معايا تليفون خلاص ارتبطت. ايوه خلاص كده تمام. صح. وبعدين بقى ما تاخديش مني كلمه في الموضوع ده. بيبقى في كذا كراش صح؟ مش حد واحد. لا طبعا بيبقى واحد. لا طبعا هو شخص. انا بقول كراش مش لا ولا كراش، انا ما بكرشش انا اصلا. لا 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 لا، هي واحده وابقى مركز. مش عارفه، انا بحس ان الرجاله في الجوزاء بيقعدوا. لا 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 لا، انا بالعكس، انا ببقى مدي طاقتي لحاجه واحده انا بحبها. انا لما بحب حاجه بديلها طاقتي كلها. انت كده استثنائي، خلي بالك، عشان انا عارفه ناس كتير قوي من الجوزاء. في ناس بتبقى عايزه تبقى طول الوقت علاقه هنا وعلاقه هنا. انا لا والله العظيم انا مش كده خالص، ما بحبش كده اصلا. دي حاجه كويسه. لا لا لا، فرهضه بقى، وجع دماغ وقال وقلنا خش كده في حته تانية خالص. هنركز بقى ولا هنقعد نرتبط بدي ودي وانت كنت فين وقاعد مع مين ومش عارف، كل ده هري، كل ده هري. طيب اوصف لي تامر مجدي كده بالكاركتر بتاعه كله في كلمه بقى، اكتر كلمه عميقه كده. مغامر. حلو. تشوف ان انت مغامر جدا. تخش اي حاجه بقلب. يا نهار ابيض الحمد لله. حلو ده. واكبر دليل الشغلانه اللي انا فيها دي عايزه واحد مغامر. على كف عفريت اصلا. مغامر وعايز واحد يضحي. فانا ضحيت بحاجات كتير جدا في حياتي عشان ده، بس حاجات مهمه كمان. قلت قبل كده يا تامر اني في بدايتك خالص لفيت على مكاتب كاستنج كتير وعلى مخرجين. يعني عانيت. كنت شايف ان انت المفروض تشتغل اي شغلانه تانية وما تتمسكش بحلمك عشان هيبقى حباله طويله قوي، ولا شايف ان انت كنت صح؟ انا عملت كده على فكره، انا اشتغلت شغلانات بجانب انت كنت بتسعى في التمثيل. طبعا هي الفتره دي بس اللي انا متفرغ للتمثيل. من سنه دي اول فتره، لكن ما قبل لا انا كنت شغال. حلو، المعلومه دي اول مره اعرفها. بس انا ضحيت بقى. يعني سبت كل حاجه وركزت. سبت كل حاجه. هي دي مغامره فعلا. التمثيل اللي هو حاجه مش مضمونه مع انها حاجه بحبها طبعا. الحاجه التانية برضو اللي تبسطني او تخليني فرحان او سعيد اللي هي مثلا بتعمل حاجه انسانيه، حد قريب منك او حد ما تعرفوش. الحاجات دي بتفرق جدا وبتديك طاقه غير طبيعيه ايجابيه، وبتخليك متفائل وواثق، وبتخليك او بتخليني تديك طاقه. ببقى طاير من الفرحه ان انا في حد يعني حد انت سبب في انبساطه. او حد عفيت عنه، قادر عليه وعفيت عنه. دي برضو بحب، ببقى مبسوط يعني انا قدرت اعمل كده.
طيب يا تامر قول لي انت لو ما كنتش ممثل كنت هتحب تشتغل ايه؟ كنت احب اشتغل ايه؟ كنت احب اي حاجه برضو فيها الحاجات دي. يعني مثلا لعيب كوره، مغني. يعني من اكتر الحاجات اللي كنت بتمناه يبقى صوتي حلو. بجد؟ والله ربنا ما يديش لواحد كل حاجه. ما طلعش حلو ولا اي محاولات؟ لا طبعا، ممكن ابقى مؤدي كده زي حمو بيكا وبتاع. بتعرف تقلد مين من الممثلين؟ كل الممثلين الكوميديانات. انا قصدي كل الكاركترات اللي عملها محمد سعد، مفيش كاركتر ما اعرفش اعمله فعلا. استاذ عادل امام طبعا، استاذ كمال الشناوي الله يرحمه. كنت بعمل سيرش فلقيت في خبر ليك كنت بتتكلم عن حد كان زميلك زمان في التمثيل، كنت بادئين سوا وقلت ان الدنيا بتتغير، فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا كنا بادئين مع بعض من اول مسرح المدرسة. كنا بتاع 4-5 كده، كنا جروب كده، بس انا وهو كنا اكتر 2. يعني نبات مع بعضينا، نخلص بروفا نروح البيت عنده او عندي كده. يعني كنا كأننا اهله هم اهلي وانا والعكس صحيح. وبعد كده ابتدينا نسعى بقى مع بعض، نروح بقى مسارح ونروح حاجات. بس جينا في يعني ابتدينا حتى لما جينا نشتغل في السوق برضو في نفس السنة، هو كان بيعمل حاجة وانا بعمل حاجة بس في حاجة عنده عملت كده خليته راح في حتة تانية، نقلة وانا في نفس الليفل. فحصل ان في بقى النفسية بقى اتغيرت. فلما النفسية اتغيرت معرفش ليه اصلا. شايف نفسه يعني؟ مش شايف نفسه، لا انا ما بديش فرصة بصراحة، مش هكدب. يعني انا مع الناس النوعية دي ببقى غشيم جدا. وده اللي حصل، ان حصل طريقة معينة، تجاهل، تهرب. فخلاص انا خدت بالي، كنت فاكر ان دي ظروف في الاول، عشان انت برضو لازم تلتمس العذر. يعني كنت عشان عشرة وعيش وملح لا حكايات بقى. فالاول التمست العذر، بعد كده لقيت ان الموضوع مقصود، فتعاملت انا بغشومية. يعني اتعاملت بالوش التاني بقى اللي فيه غشومية. فكان الشخص التاني قابل الموضوع بمصدق. تمام، بس دي قلة أصل. يعني دي قلة أصل واضحة وصريحة، واللي بينا عارفين ان دي قلة أصل. وكبر دماغك وانا مكبر دماغي. بس اكتشفت بعد كده ان انا اترشحت في حاجة هو كان بطل فيها، هو بطل الحكاية. فبالقلم الجاف وراح شاطب على اسمي. فاللي قال لي مين؟ واحد مساعد مخرج صاحبي يعني. قال لي بس والله ما تقول. قلت له والله ما اقول. قال لي شطب بالقلم الجاف على اسمك كده، وقال لي المنتج بلاش عشان تفاصيله كتير في اللوكيشن، واحنا عندنا ناس تانية ممكن نجيبها وبتاع افضل وكده. هو حتى ما كانش عايزك تنجح او توصل لحاجه. ده بصي، انا لو قلت اكتر من كده هيقال ان انا عايز اركب ترند على فلان وبتاع، او عايز ده ما بيشغلنيش. انا مش عايز كده اصلا، فاهم قصدي؟ بس انا عايز الحكايه تفضل مترسخه في عقول الناس. ايوه، لوقت معين، علشان لما يحصل نفس الليفل، عشان هو في ليفل وانا في ليفل. طب وممكن تطلع في وقت تصرح باسمك؟ مش عارف، بس ممكن في يوم من الايام ممكن جدا. لكن لو قلت دلوقتي هيبقى انا عايز اكسب الناحيه التانية في حاجات انا ولا عايز حد يتعاطف ولا الكلام ده خالص. لان انا الحمد لله رب العالمين الخطوات اللي انا خدتها لغايه دلوقتي انا راضي عنها جدا، والناس راضيه عني جدا. فخلاص انا تمام، كل واحد بياخد رزقه. طب تامر، انت شايف ان ده يعني ممكن يأثر فيما بعد على علاقتك بقى بحد من الزملاء مثلا او كده، او ان انت ما بتتعشمش زياده على اللزوم؟ انا ما بتعشمش غير في وجه الله، الحمد لله رب العالمين. ايوه بس قصدي يعني انا عارفه ان العلاقه بينك وبين
استاذ احمد العوضي قويه جدا. طبعا. لا احمد العوضي ده في حته تانية خالص. يعني انا علاقتي الحمد لله بناس في الوسط كتير قوي واسامي كبيره وقفت جنبي ورشحتني نجوم كبار. دي بقى الناس اللي نفسيتها كويسه، نفسيتها كويسه وهم اصلا يعني مش شايفيني في وجه مقارنه بيني وبينهم. يعني ممكن يكون حد من جيلك شايف ان انت في وجه مقارنه فمش عايزك تروح معاه، عايزك انت تفضل على جنب. على جنب او ما تعملش او تفقد يعني تفقد ثقتك في نفسك او تبعد او تيأس. في طبعا في شخصيات حوالينا بتبقى عايزاك تيأس عشان انت ما تكبرش، عشان ما يجيش في يوم من الايام انت تبقى منافس ليه. طبعا في ناس دمرت ناس كتير، لكن العوضي ما بيحسبهاش كده. العوضي بالعكس، ده العوضي عايزنا نبقى نجم. يعني هو العوضي شخصيه محترمه، فرق السن بيني وبينه شهور انا واحمد العوضي، لكن هو نجم كبير. هو نجم كبير وذكي وجدع. مش جدع اللي هو جدع عادي، لا هو جدع بزياده، جدع بعمله نادره. يعني مش موجود الشخصيه دي دلوقتي، نادرا جدا لو لقيتيها في الوسط الفني بالذات. لان ما فيش حد بيقعد طول الوقت حد يطلع طول الوقت بيدعم واحد هو شايفه قوي. انا مش شايف نفسي قوي، عادي، انا شايف نفسي بحاول، لكن هو شايفني ممثل قوي جدا، شايفني مهم جدا، ودايما بيفكر لي في حته ازاي تبقى نجم، ازاي تبقى نجم صف اول، مش عايزني ابقى حتى تابع لنجم. يعني في مره بيقول لي التابع للنجم عمره ما يبقى نجم. صح. فدي جمله عمرها ما تطلع من واحد عايزك انت تبقى نجم، لا ده يوفرها لنفسه. دي الجمله دي ممكن تخليك تغير طريقه تفكيرك تماما وتغير اتجاهك تماما في الشغلانه. بلس بقى ان هو دايما يعني بيذكرني في كل مكان بشكل كويس جدا. ولما ترشحت من خلال مخرج وهو برضو والنجمة ياسمين، ويعني كان في اجماع ان انا انفع في الشخصية دي. هو في اللوكيشن بقى يعني اخ، يعني احنا اصحاب واخوات، وفي اللوكيشن زي الفل، ربنا يحميه. يعني شايف التمثيل بالنسبة للوجوه الجديدة اللي طالعة تاخد بطولات دي بتعتبرها موهبة ولا محسوبية؟ لا، ارزاق يعني ولا كده ولا كده؟ لا في ناس محسوبية مثلا ياخدوا فرصة واثنين وثلاثة وبلح ما بيستمروش يعني. وفي ناس مواهب جامدة جدا وبيحصل معهم نفس اللقطة، ما بيستمروش او ما بياخدوش فرصته. فهترجعي الاصل الموضوع هو ارزاق، كل واحد ورزقه، ملهاش دعوه باي ملهاش مقاييس خالص. ممكن واحد يقعد يجتهد في الشغلانه اجتهاد رهيب بس اجتهاده غلط، بس هو شايف نفسه اجتهاده صح، فاهمه؟ لكن هي في الاخر انت مكتوب لك هتبقى نجم ولا مش نجم، هتاخد رزق قد ايه. يعني كل دي مش، انت بتعمل اللي عليك بتجتهد. بتاعت بقى هيحصل ايه دي مش بتاعتك خالص. اوكي. طيب عملت دور قبل كده حسيت ان انت مش راضي عنه؟ كان في دور كده مش عايز اعمله، يعني مش عايز اعمله. وعملته ليه؟ يعني الكاستنج دايركتور والمخرج قالوا لي ده اول اخراج ليا وهم اصحابي يعني. فكاستنج دايركتور اقنعني يعني اعملوا بتاع، قلت له مش حلو يعني. يعني ايه هاجي اعمل مشهد ولا مشهدين وانا كنت ساعتها عامل شغل كويس. قال لي لا ده هيبقى. فلما جيت شفت على الشاشه عيطت. طلع مؤثر؟ لا مش مؤثر، عيطت على نفسي انا ازاي وافقت على حاجه زي كده. فهمت. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، في ناس ممكن تشتغل مشهد او مشهدين في فيلم بيعلم جدا. انا فاهم ما انا بدات اصلا بمشهدين في ولا 3 مشاهد في فيلم 1-0، وكان هو حاجه مهمه جدا في حياتي اصلا، نقله 1-0 اصلا. اي مشهد فيه، لكن ده لا وحش. ممكن يبقى دور قد كده بس وحش، انا وحش فيه. ايه اكتر حاجه ممكن تاثر على تامر مجدي على المستوى العاطفي؟ اللي ياثر عليا مثلا هي ممكن تصعب عليا، بيضحك عليا قوي في الحته دي، حتى لو الطرف التاني غلطان في حاجه.
لا لو الطرف التاني غلطان نص نص. نص نص ممكن تعدي عادي، كلنا بنغلط يعني، وارد جدا ان احنا نغلط، بس حاجه بقى ليها علاقه بالكذب، الخيانه، الحاجات اللي هي الكبيره دي لا ما عنديش تفاهم، ما جاتش اصلا. طيب تامر انت ليه مش مرتبط؟ سؤال مهم جدا جدا. والله انا ارتبطت كتير. مفيش ولا واحده منهم نجحت؟ مش من نجحت، هي مش في اختبار. العلاقات؟ لا العلاقات لا يعني بتنجح وما بتكملش يعني ارتبطت كتير. طب واخر علاقه كان تقريبا من قد ايه وليه ما كملتش؟ مش فاكر. والله ما فاكر. طب ما كملتش ليه؟ مش فاكر برضه؟ ما كملتش ليه؟ ما انا مش فاكر العلاقه نفسها عشان افتكر. بصي موضوع النقطه دي بالذات انا عندي اتجاهين فيه. اول حاجه اي علاقه بدخلها ايا كان بيبقى في نيتي الجواز، ده من جوايا في نيتي. ده مش موجود كتير، خلي بالك. في نيتي الجواز، مش حاجه ثالثه ولا حاجه تانية. هو الجواز، فببقى رايح على الشخصيه دي، بقعد احاول اخلي الموضوع يبقى كويس علشان يبقى جواز. مش مهم بقى ايه الجواز، بس المهم الجواز. لان في علاقات ممكن تكون الجواز اللي هو الرسمي والحاجات دي يسبب لهم مشاكل. هو انت من بتجوز عرفي يعني؟ لا مش بتجوز عرفي بمعنى عرفي، لا قصدي يعني ممكن جواز رسمي بس في ناس كتير مش عارفه. انا بدأ من الفكره دي طبعا، ما مش حرام. انا عرفت المقربين بس قصدك. مقربين. ما انا مش بتاع يعني، ما بعرفش اعمل حاجه حرام في حياتي خالص، ولا شرب ولا اي حاجه. انا مش شخص مثالي، بس انا ما بعرفش اعمل ده. بس لو دماغي خلاص احنا الاتنين تمام نتجوز، مش مهم بقى ايه الجواز، المهم نتجوز. ايوه ما تكونش علاقه طايره. فانا دايما ببقى داخل الموضوع ان انا عايز بس بعد كده بكتشف ان لا يعني مش. طب ايه بقى المواصفات مثلا اللي ممكن تجذبك او تشدك لواحده؟ اكيد تبقى بطل يعني، واحده حلوه. انت بتاخد الموضوع على مكياج جمال بس؟ دي اول حاجه بتخطفني، لازم تكون حلوه. اوكي مش هكدب، انا صريح. عايش. لازم تبقى ماليه عينيا عشان ما ابصش لواحده غيرها، انا ما بعرفش اخون اصلا. انا ما بعرفش اخون. تقول لك يعني حلاوه الروح ما بعد كده بقى نشوف الروح ونشوف الحاجات دي. تمام. احنا نشوف القصه الاولانيه دي ايه شكلها حلو مزه، ماشي يلا بينا نخش بقى في المواضيع بقى المهمه بقى. روحها حلوه، دمها خفيف، متفهمه شغلي، بتحترم كلمتي لان انا راجل. تحب الست الغيوره؟ طبعا، ما كنتش بتغيري ما بتحبنيش. هي الغيره انواع يعني، في غيره ممكن تعدي وفي غيره بتخنق. انت بقى من انهي؟ لا انا بعرف اسستم اللي قدامي، اوصل الله ان دي مش غيره، ده انت كده بتتحكمي. وانا مش ده يعني، انا مش ده، مش الشخص اللي فيه واحده. حاجه خارج الاراده. اغلب البنات على فكره بتبقى عايزه تتحكم في العلاقه، واغلب البنات بيبقى الموضوع عشان كده ما بياكلوش معايا. ما بياكلوش معايا والله، البنات عامه اغلبهم ما بياكلوش معايا خالص، ما بيجيوش معايا، بقفش القفشه خلاص. اصل انا راجل يعني، في الاول وفي الاخر انت راجل، والرجال قوامون على النساء. هيقول لك ده بقى بيثق في دي وسايب بقيه الدين كله، زي اللي عايز يتجوز 4 وسايب الدين كله. بشكل عام لا احنا بنتكلم في النقطه دي، الرجال قوامون على النساء. احنا قوامون، ولازم الستات تعترف بده، لازم تبقى عارفه ده، وفي نفس الوقت لازم يحترمها ولا يهينها ولا يغلط فيها ولا يجي على حقوقها. ما ربنا قال لك قوامون عشان انت المفروض بدماغك تقدر تمشي العلاقه صح. امشي بما يرضي الله معاها، ولا تأثر معاها ولا تأثر معاها، ولا تجرحها، ولا تخونها، ولا تحسسها ان هي مش موجوده. ما كل ديت حرام، كل دي انت بتتعب حد نفسيا. ما انت بتأذيه نفسيا، يبقى انت مش صح، انت مش راجل كده. ممكن ترتبط بحد من الوسط الفني اكبر منك سنا؟ عادي. وهتعمل ده؟ عادي، مفيش مشكله يعني، ما بيفرقش معاك السن؟ ما بيفرقش معايا حاجه طالما انا تمام خلاص. تمام ده اللي هو ايه يعني؟ انا تمام، انا مبسوط
طالما بطل. هو لازم بطل. لازم. ماشي. ايه اكتر ترند كرهته الفتره اللي فاتت؟ خرب بيت الزبال. انا اسف على الشتيمه بس بجد عيل مستفزه قوي، صعبه. والعوضي اصلا يعني عايز اقول لك كل ما بيشوف الحاجات دي بيقعد يضحك. طب بما ان انت قريب للعوضي، احنا شفنا ان العوضي نزل وقعد معاه وعزم وتعامل معاه بجدعانه. جدا يعني كله تعامل بانسانيه جدا وبتلقائيه. خلي بالك عشان في ناس كان بيقولوا حاطط المايك مش هو الراجل رايح يعزمه وهم في صحفيين والصحفيين عرفوا الصحفيين لو عايزين يعرفوا اي حاجه بيعرفوها. انا عارف. فعرفوا ان هو موجود فراحوا مطيرين على المكان. انا اكتر ترند بيضايقني اللي هو الحاجات اللي هي غير اخلاقيه، يعني بتاعت البنات اللي هي بتاعت التيك توك والحاجات دي. البلوجر اللي هم بيعملوا ايه المحتوى المحترم. يعني تعالوا نشوف المطعم ده، تعالوا نشوف مش عارف ايه ريفيوهات عن اماكن. دي حاجه محترمه، لكن اللي بتطلع تعمل حاجات مخله واي حد بيتقال عليه بلوجر، لا مش اي حد. البلوجر اللي هو بيعمل محتوى بيفيد الناس. انا عايز اعرف المطعم الفلاني، عايز اعرف السفريه دي مش عارف ايه، عايز اعرف الاكل ده ايه. كل ده عظيم جدا ومحتوى محترم. انا مش بتكلم على البلوجر عامه. ايوه. او ممكن اكون غلطت في البدايه ان انا قلت البلوجر عامه. بعض منهم. لا البلوجر السيئين يعني البنات بالاخص اللي بتعمل فيها حاجات فيها رقص وحاجات مش عارف ايه وبتاع ولبس معين وتستعرض مفاتنها. انا ما بتفرجش والله على الحاجات دي. بس انا بلمح، ما بتعرفش بشوف تم هي قدامنا. خلي بالك تم القبض على مش عارف مين وبتاع. انا نفسي بقى كل دول يتقبض عليهم، نقول لهم باي باي، عشان اللي بعديهم بقى الاجيال اللي جايه دي بتتدمر بسبب العيال دي. نسيبنا بقى خالص من الجانب العقلاني والكئيب اللي احنا عملناه كله. نخش على الفوازير. هم كام واحده وهنشوف كده خبرتك يعني. لا خبرتك. انت كده ذكي. ايه الحاجه اللي لما بتضحك لها بتضحك لك؟ البت القمر. لو واحده حلوه وبتضحك لي هضحك لها. هي مش دي الاجابه. الدنيا. لا اكيد. انت عمرك ضحكت لها ضحكت لك؟ ضحكت للدنيا. والله بضحك لها وتضحك لي الحمد لله. فعلا. هي كانت اجابتها المرايه عامه. ماشي. انا على فكره هتلاقيني بقول اجابات مقنعه. لا مش هو هتلاقيني بقول اقنعتني. طيب ايه الحاجه اللي كل ما عدت خطوه اتاخد من ديلها حته؟ كل ما عدت خطوه اتاخد من ديلها حته. الخيال. لا فكر. الموضوع. تمشي الموضوع. صدق بس دي الموضوع. كل ما تتكلم خلاص انت خلاص. هي تمشي الموضوع بس هو مش الموضوع. ايه؟ الخيط في الابره. الخيط في الابره برضه. طيب حاجه الناس بتحبها قوي واول ما بتجيلهم يروحوا يرفسوها برجلهم. النعمه. لا مش امال ايه؟ مش النعمه. لا حاجه كلنا بنحبها يا تامر ولما تجيلنا نرفسها. الحب. والله في ناس غبيه قوي مؤثر قوي. انت لسه متاثر بالفقره اللي فاتت. لا مش الحب. نعمه بترفسها. مش نعمه يعني تجيلهم حاجه حلوه فيرفسوا ايه يعني حاجه بيحبها ويرفسها برجليه كمان. انت متاثر ليه كده؟ دي هتطلع كوره في الاخر. ما ممكن تبقى كوره فعلا. ما هي كوره. ماشي. ايه الحاجه اللي لو اكلت نصها هتموت، لو اكلتها كلها تعيش؟ السم. انت تستهجن. سم. ماشي. تامر اتبسطت جدا جدا بالحلقه معاك حبيبتي. وحقيقي يعني حوار مشوق. جميل. وشكرا. ربنا يخليكي. وانا والله مبسوط جدا ان انا معاكي وانت شاطره يعني. اسئلتك تحفه بصراحه مختلفه. استنونا في حلقه جديده مع نجم جديد وبرنامج الكلام على ايه.